السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب طلاب تالتة ثانوي دفعة 24. عاملين ايه يا أبطال؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هنحل مع بعض الجرامر الدرس الأول والتاني من كتاب المعاصر. عندنا زمانين مهمين جدا خدناهم قبل كده، اللي هو الماضي البسيط والمضارع التام. وعندنا كمان زمن جديد أول مرة تاخده، اللي هو المضارع التام المستمر، وهو سهل وبسيط إن شاء الله. عندنا تقريبا من 70 ل80 جملة في غاية الأهمية، لازم نعرفهم كويس ونعرف الأفكار والتريكات اللي فيهم. عايزك الحاجة اللي اقولك اكتبها الحاجة اللي انت حاسس ان انت المعلومة اللي انت مش يعني مش ثابتة في دماغك قوي وجديدة عليك، او انت كنت عارفها قبل كده وكنت ناسيها وافتكرتها لما انا قلتها. قوم كاتبها برضو في الكشكول بتاعك، عشان النوتس دي هي اللي يعني هتوضح لك الدنيا جدا لما تيجي تراجع مثلا او حاجة. انت فاكر الكذا نقطة اللي انت كنت كاتبهم، اللي انت كنت بتلخبط فيهم قبل كده، او اللي انت كنت ناسيهم، او اللي المفروض تركز عليهم، او اللي بيبقوا موضع سؤال. دول اللي انت تركز عليهم، فيبقى سهل عليك اللي انت تسترجعهم وتحلهم وتذاكرهم في اسرع وقت. تمام. فلازم تكتب ورايا نوتس مهمة جدا جدا. تمام. قبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل لايك، دعم للقناة ودعم ليا. اخبط اللايك المتين بتاعك، وما تنساش تشارك الفيديوهات مع اصحابك عشان يستفادوا، وعشان القناة تكبر وتبقى يعني بيت ليكم وللدفعة اللي جاية ان شاء الله. ولو انت مش مشترك اشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وفي ان شاء الله شغل عالي جدا ان شاء الله هعمله معاكم السنة دي وبجهز لكم ان شاء الله حاجات كويسة جدا. نبدأ مع بعض في الميني تيست الاول. بيقول لك هنا I bought some flour. انا اشتريت بعض الدقيق. I bought دي تصريف تاني يا شباب. have ولا has ولا have been ولا has been. اولا I ما بتاخدش has، فهستبعد دي وهستبعد دي. تمام. have ولا have been. لو قلت have been bought هنا هتبقى مبني المجهول، انما هنا الاي فاعل، فمش هتنفع have been bought. هتبقى ايه؟ have. امتى كانت تبقى مبني المجهول؟ زي الجملة التانية دي. بيقول لك some flour bought، بعض الدقيق تم شراؤهم. بعض الدقيق دي تعامل معاملة المفرد، اسم غير معدود، فمش هتنفع have. تمام. وبرضه مش هتنفع has، مع ان has بتيجي مع المفرد او غير المعدود، ولكن some flour هنا ده مفعول به. مفعول به يعني جملة مبني المجهول في المضارع التام، اللي هو بيتكون من ايه بقى؟ من have او has زائد been زائد التصريف التالت. تمام. طبعا have برضو مش هتنفع، يبقى تبقى has been. هتبقى has ايه يا شباب؟ has been. رقم 3 بيقول لك هنا she fed the babies. هي أطعمت، عايز أقول أطعمت الأطفال أو البيبيات الصغيرة. she ما بتاخدش have. she has ممكن she have برضو ما بتاخدش have. طب she هنا فاعل ولا مفعول؟ هنا هي فاعل، فمش هينفع أجيب إيه has been، لأن ده هتبقى مبني المجهول، يبقى هختار has فقط. تمام. the babies fed. عايز اقول تم اطعام الاطفال الصغار، دي مفعول. تمام. وجمع، فهستبعد هاز وهستبعد هاز. مبني المعلومة ولا مبني المجهول؟ مبني المجهول. ليه؟ علشان البيبيز هنا هم اللي تم اطعامهم، تبقى have been fed. رقم 5 بيقول لك هنا he physics for the last 2 hours. عايز اقول هو ذاكر فيزياء طول الساعتين اللي فاتوا. تمام. عندي for ومدة the last 2 hours ومدة زمنية، دي بتدل على ايه؟ على المضارع التام. فين المضارع التام؟ studied ماضي بسيط مش هتنفع. was studied دي مبني المجهول في الماضي البسيط مش هتنفع. has studied ولا was studying دي ماضي مستمر مش هتنفع. يبقى عندنا ايه يا شباب؟ has studied. اللي بعد كده رقم 6 بيقول لي هنا The train hasn't arrived. We are still waiting. نحن ما زلنا منتظرين. بيقول لك القطار لم يصل حتى الآن. عندي هنا نفي يا شباب. النفي هنا، وعندي هنا نقطة، يعني دي آخر كلمة في الجملة. تمام. ايه من دول اللي بيجي في آخر الكلام؟ تعال كده نجيبهم من الآخر. ago دي بتدل على الماضي البسيط، ولازم يجي قبلها مدة زمنية، مش هتنفع. already برضو مش هتنفع، لأنها بتيجي في الجملة الجملة المثبتة مش المنفية. lately برضو بتيجي في الجملة المثبتة، يبقى ما فيش غيرها اللي هي yet تأتي في نهاية الجملة المنفية. رقم 7 بيقول لك هنا mom lunch. I can smell her
delicious food. أنا أستطيع شم إيه الطعام الجميل أو اللذيذ بتاعها. يبقى أنا عايز أقول ماما جهزت الغدا. had prepared ولا has prepared ولا is prepared ولا would prepare. would prepare بتيجي في الماضي ملناش دعوة بيها. تمام. is prepared ده مضارع بسيط مبني المجهول، بس هنا مام هي الفاعل فمش هتنفع اجيبها مبني المجهول. طب has prepared ولا had prepared؟ هنا مش بتكلم في الماضي التام، انا بتكلم في المضارع التام اللي هو has prepared. مام has ايه يا شباب؟ has prepared. اللي بعد كده يقول لك هنا I 3 emails this morning. I'll send 2 more. أنا سوف أرسل اتنين كمان. يقول لك أنا أرسلت 3 إيميلات هذا الصباح. أنا هبعت 2 كمان. كلمة this morning دي بتدل على إن الفترة الزمنية لسه شغالة، وإن ممكن يعمل حاجة كمان في الفترة الزمنية دي، يعني هو لسه في الصباح. تمام. send ولا had sent ولا was sent ولا have sent؟ طبعا بتدل this morning بتدل على المضارع التام، يبقى have sent. was sent ده مبني المجهول في الماضي البسيط مش هتنفع، هنا فاعل. وهنا had sent ده مضارع ماضي تام مش هتنفع. ودي مضارع بسيط برضو مش هتنفع. ليه؟ لان this morning مش بتدل على المضارع البسيط. she to the fruit sellers. هي عايزة اقول راحت لايه؟ لمحل بيع الفاكهة. the apples she has bought are fantastic. التفاح اللي هي اشترته رائع جدا وجميل. يبقى she has gone راحت ولسه هناك، ولا she had gone ماضي تام مش هتكلم في الماضي التام، ولا has been راحت ورجعت، ولا had been had been برضو مش بتيجي في الايه الماضي التام. الماضي التام مش بتكلم هنا في الماضي التام، عايز اقول راحت ورجعت تبقى ايه يا شباب؟ has been to ذهب وعاد. انما has gone دي راحت ولسه هناك. تمام. رقم 10 بيقول لك هنا I squash I don't even know its rules. أنا حتى لا أعرف القواعد بتاع اللعبة دي. يبقى أنا لعبت اللعبة دي السكواش ده قبل كده ولا لأ؟ لأ، يبقى أنا ما لعبتهاش. يبقى I have never played ولا I didn't play ولا I have ever played ولا I ever played. أو أنا هستبعد ever played لأن لازم يجي قبلها فعل مساعد. تمام. وهستبعد didn't لان ايه مش بتكلم في المضارع في الماضي التام، مش بتكلم في الماضي البسيط، انا بتكلم ان انا ما اعرفش عمري ما لعبتها. تمام. هتبقى never ولا ever دي بتيجي في السؤال have you ever، وبتيجي في صيغة التفضيل. مفيش هنا تفضيل. عايز انا عمري ما لعبت سكواش. I have never played squash. I have never played ايه يا شباب؟ سكواش. الكلمات الدالة مهمة جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نحل عليها، وهوضح لك كل حاجة فيها في ال10 جمل دول مهمين جدا جدا. ركز معايا. بس قبل ما تركز عايزين كده نصلي على النبي مع بعض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعال كده نشوف. بقول لك هنا he has arrived home. let him relax for a few minutes before you talk to him. بقول لك هنا دعه يستريح لدقائق قليلة قبل ما تتكلم معاه. هو لسه واصل حالا، سيبه يقعد شوية يستريح وبعدين كلمه. عندي هنا الفعل المساعد وعندي هنا التصريف الثالث، يبقى انا عايز ظرف في النص. just هو لسه واصل توا، ولا ever ابدا مش هتنفع، never ابدا برضه مش هتنفع، yet بتيجي في نهاية الجملة المنفية مش هتنفع. يبقى تبقى ايه يا شباب؟ just. يبقى just بتيجي في بين الفعل المساعد والفعل الاساسي، وبتدل على ان الحاجة لسه حاصلة توا. I have met some old friends. انا قابلت بعض الاصدقاء القدامى. yet مش هتنفع yet. ليه؟ لان مش جملة منفية. lately مؤخرا recently مؤخرا B و C الاتنين دول هينفعوا. رقم 3 بيقول لك هنا I haven't heard from her ages. I hope she is better. اتمنى ان هي تكون في افضل حال. كلمة edges دي اللي بيجي بعدها يا شباب at ولا since ولا for ولا a و c؟ لا يا شباب، هي بتبقى for edges. كلمة edges بيجي قبلها for edges، يعني بيقول لك انا ما شفتهاش او ما سمعتش عنها اخبار من او لعصور او لفترات كبيرة. I haven't heard from her last April. I hope she is better. انا عايز اقول انا ما سمعتش عنها اي اخبار منذ ابريل اللي فات. since ولا for؟ هتبقى since طبعا هنا since last April
منذ ابريل اللي فات، دي بداية المدة الزمنية. I have watched football matches، انا شاهدت مباريات كرة قدم، تمام، as long as I can remember. انا شاهدت مباريات كرة القدم لفترة زمنية مش قادر افتكرها، تمام. so ولا such ولا since ولا for، طبعا هتكون for as long as، for as long ايه، for as long as. رقم 6 بقولك هنا I have watched football matches my childhood، منذ ايه، طفولتي، منذ طفولتي، هي عكس اللي فوق. يبقى اللي فوق رقم 5 يقول لك انا بشاهد كرة القدم يعني من فترة طويلة جدا، يعني زي ما بنقول كده من اول ما وعيت على الدنيا، تمام. for as long as I can remember دي معناها بالظبط المصري عندنا من ساعة ما وعيت على الدنيا. زي دي برضو from او since my childhood، منذ طفولتي. منذ ايه يا شباب؟ طفولتي، دي بداية الحدث، يبقى since. We haven't met since we to our new villa. نحن لم نتقابل منذ جايب لك هنا since وهنا مضارع تام، يبقى since يبقى مضارع تام وsince، وعايز جملة، يبقى الجملة دي تبقى في الماضي البسيط moved ولا move ولا were moved ولا has moved. في الماضي البسيط تبقى moved، تمام. اكتب ده عندك جملة مضارع تام since، يبقى جملة ماضي بسيط، تمام كده يا شباب. تمام. 8 يقول لك هنا when have you waited for her. عايز اقول منذ متى وانت منتظرها. طب انت مستناها هنا بقالك قد ايه؟ for when ولا since when ولا ago ولا ايه وسي؟ طبعا يا شباب هي هتكون since when. since when بتساوي how long. since when بتساوي how long او بتساوي كمان for how long. تمام. رقم 9 بيقول لك هنا how long have you waited for her. نفس المثال. يبقى لاحظ لما يجي لي how long وبعدها مضارع تام في صيغة السؤال هي مضارع تام have والفاعل والتصريف الثالث، يبقى بجيب for. طب امتى اجيب since؟ لما يجيب لي when وبعدها مضارع تام يبقى اجيب since قبل when، تمام. مهمين جدا جدا جدا. طب لو جاب لي how long وبعدها ماضي بسيط بجيب ago، تمام. التلاتة دول في غاية الأهمية، ما تنساهمش أدوات الاستفهام اللي بتيجي مع الأزمنة دي. since when معناه وبيجي بعدها مضارع تام. for how long وبعدها مضارع تام. how long ago وبعدها مضارع وبعدها ماضي بسيط، تمام كده يا شباب. أتمنى ما تنسوش الحاجات دي. الميني تيست التالت معانا، تعالوا كده نشوفه. عندنا برضو 12 جملة في غاية الأهمية عن ايه بقى؟ عن الاستخدامات، مهم جدا، تمام. بقولك هنا she has never traveled abroad، هي ابدا او عمرها ما سافرت ايه بالخارج. already ولا ago ولا now ولا before now. عايز اقول عمرها ما سافرت بره قبل كده before now. ليه before now؟ عشان مع never before now. never بتيجي مع before now، بتيجي في جملة never يا شباب، ما تنساش. now دي بتدل على المضارع المستمر مش هتنفع. ago بتدل على الماضي البسيط مش هتنفع. already ما بتجيش مع النفي. this is the first time I have seen a real kangaroo. دي عايز يقول دي المرة الأولى اللي أنا في حياتي أشوف إيه كانجارو. the first time the second time والحاجات دي بيجي معاها كلمة واحدة يا شباب اللي هي ظرف واحد ever. مش هتنفع never لأن إيه مش جملة نفي هنا، ولا just لأن هنا مفيش حاجة حصلت مؤخرا، ولا always مش هتنفع لأن ما بتجيش مع المضارع التام. this is the first time for me. لو جاب لك بقى for me، تمام. this is the first time. لو جاب لك جملة عادية I have يبقى هتختار ever وبعدين التصريف التالي. لو جاب لك for me يبقى to والتصريف والفعل في المصدر، يبقى to والفعل في المصدر، يبقى first time I have جملة عادية I have ever seen. إنما the first time for me to see إنها المرة الأولى لي لرؤية. see الوحيدة مش هتنفع مصدر، ولا have seen مش هتنفع لأنها مش جملة. to seeing مش هتنفع لأن هنا see متجيش ing. أميرة is student I have ever seen. عايز أقول أول ما أشوف I have ever seen ده هي عايز أقول إن أميرة أذكى طالبة شفتها في حياتي. دي صيغة إيه؟ تفضيل. فين صيغة التفضيل تحت يا شباب؟ clever لا. clever ذكي لا، دي صفة عادية. cleverer دي صيغة مقارنة. the cleverest
ايه the cleverest girl or student I have ever seen. I have never seen a student. عايز اقول انا ما شفتش طالب او طالبة ذكية مثل أميرة. ذكية مثل ايه أميرة؟ as clever as أميرة. ذكية مثل أميرة، دي تنفع عادي. cleverer than أمينة. أميرة أذكى من أميرة، دي برضو تنفع عادي. cleverest لا، مفيش هنا تفضيل فمش هتنفع، تمام. ومفيش ever فمش هتنفع، يبقى A و B يا شباب هي اللي صح، تمام. A و B هي اللي صح. طب عايز اقول ما شفتش طالب ذكية مثل أميرة. I have never seen a clever student. أميرة like ولا as ولا such ولا similar؟ لو similar كانت هتكون similar to، مش هتنفع. لو such such مش هتنفع. such كده وراها الاسم على طول، لازم يكون في صفة. الصفة تكون هنا، هتكون قبل الاسم. such a clever student، تمام. as مش هتنفع لأن as ما بتجيش مع الأشخاص، هتبقى like. تبقى ايه؟ like. she me at 5. هي عايز أقول كلمتني الساعة كام؟ عايز أقول آخر مرة كلمتني فيها كانت الساعة 5. has just called me at 5. لسه مكلماني الساعة 5، لا مش هتنفع. had مضارع تام مش هتنفع، دي على فكرة مدة زمنية هي أو زمن. last called ولا never called برضو مش هتنفع. never called يبقى last called. she last called me at 5. آخر مرة كلمتني فيها إيه؟ كانت الساعة 5. القاعدة هنا إيه؟ بتقول she زائد last ماضي بسيط وبعدين مدة زمنية. she زائد last وبعدين ماضي بسيط وبعدين مدة زمنية. the last time she called me كانت الساعة 5 at 5 ولا was at 5 ولا in ولا was in؟ طبعا هتبقى was at 5 لأن الساعة بتيجي قبلها ايه؟ at. طبعا was عشان الزمن. she hasn't called me. هي لم تكلمني. I returned home. هي لم تكلمني منذ أن عدت إلى المنزل. زي ما قلت لك من دلوقتي من شوية، مضارع تام وعندي هنا ماضي بسيط، يبقى هختار since. before بتيجي في آخر الجملة مش هتنفع. after مع الماضي التام، وبيفور برضو مع الماضي التام، when بتيجي مع الماضي البسيط. she last called me. I returned home. هنا بقى she last called me when ولا while ولا for ولا since؟ هتبقى ايه يا شباب بقى هنا؟ هتبقى when. ليه؟ لأن هنا ماضي بسيط. she last called me when I returned home، تمام. يبقى تفرق بين دي، لما تجيب she last وبعدين ماضي بسيط بجيب الرابط when، عشان هنا ماضي بسيط وهنا ماضي بسيطة، تمام. انما لو مضارع تام وماضي بسيط بجيب since. ما تنساش الحتتين دول مهمين جدا وبيربطوا الناس كتير. رقم 11 بيقول لك هنا she to work here 2 months ago. عايز اقول هي بدأت تشتغل هنا منذ شهران. ago وقبلها مدة زمنية يبقى ماضي بسيط، يبقى started على طول. started على طول 2 months ago بتدل على الماضي البسيط، يبقى started على طول من غير ما تبص على اي حاجة. starts مضارع بسيط مش هتنفع، مضارع تام مش هتنفع، مضارع تام مش هتنفع، تمام. عشان الكلمة دي بتدل على على المضارع، على الماضي البسيط. it's a week. فات اسبوع. عايز اقول منذ اخر مرة ذهبت الى النادي. for ولا since ولا while ولا after؟ طبعا هتكون it's a week since. it's a week since، تمام. مرة اسبوع منذ اخر مرة ذهبت فيها الى النادي. it's اكتبها عندك كده. it's زائد مدة زمنية since وبعدين فاعل ولast الماضي البسيط، تمام. طبعا عندنا هنا المضارع المستمر. المضارع المستمر طبعا من الأزمنة الأساسية عندك السنة دي، وسهل وبسيط إن شاء الله. هنوضحه وهنوضح أفكاره في الشرح هنا إن شاء الله، تمام. أو في جمل الحل عندنا تقريبا 40 جملة أو 5 حاجة زي كده. كم 40 جملة هنحلهم مع بعض ونشوف ونركز في الجمل اللي جات في الأدوار اللي قبل كده، في السنين اللي قبل كده، مهمة جدا 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 يا شباب. وهتوضح لك ان الاسئله بتيجي مباشره ومفيش اي حاجه. انا كل هدفي في الفتره دي اللي انا او كل هدفي عموما اللي انا اقول لك ان الامتحانات بتيجي سهله وبتيجي مباشره والدنيا تمام. انت بس ذاكر وخلاص، حاجات بسيطه مفيش اي مشكله، تمام. واللي اقولك عليه اكتبه. الدنيا هتبقى سهله معاك والدنيا هتبقى لذيذه، يعني الانجليزي لذيذ جدا. رقم 1 بيقول لك هنا she to the market. she will be here
soon هي سوف تكون هنا قريبا. هي راحت السوبر ماركت، وبيقول لك هي هتكون هنا قريب. يبقى هي راحت ورجعت ولا راحت ولسه هناك؟ اكيد راحت ولسه هناك. يبقى has been لا، لو has been يبقى راحت ورجعت. طب لو has gone هتبقى راحت ولسه هناك. was going مش هتنفع، going وبعدين to لازم يجي المصدر. had been ما بتكلمش في الماضي التام، بتكلم في المضارع التام. يبقى has gone. has ايه يا شباب؟ has gone. نشوف اللي بعد كده. she any meetings since she came here. عايز اقول هي لم تحضر، بما ان جايب له كله تحت نفي، لم تحضر اي اجتماع منذ كانت هنا، او منذ ان اتت الى هنا. يبقى عندي since معايا كده، وعندي جملة ماضي بسيط. يبقى انا عايز هنا ايه؟ مضارع تام. wasn't attending ده ماضي مستمر مش هتنفع. doesn't attend ده مضارع بسيط مش هتنفع. won't attend ده ايه؟ مستقبل مش هتنفع. hasn't attend ايوه هتبقى hasn't attend لم تحضر اي اجتماع منذ ايه؟ منذ ان اتت. in the last 2 years او in the last 2 hours في اخر ساعتين. I my lessons انا ذاكرت ايه؟ ذاكرت الدروس بتاعتي. had revised مش هتنفع ماضي تام، لان الماضي التام بيجي معاه جملتين مش جملة واحدة. have revised ولا revise ولا was revised ده مبني المجهول في الماضي البسيط مش هتنفع. طب revise لا خلاص مش هتنفع مضارع بسيط. ليه؟ لان انا خلاص عملت الموضوع ده. يبقى have revised الموضوع خلاص يبقى have revised. تمام. دي رقم 3. رقم 4 بيقول لك هنا so far حتى الآن many schools in rural and urban areas بنيت العديد من المدارس في المناطق الريفية والمناطق الحضرية. عايز أقول بنيت. تمام. will have been built so far بتدل على المضارع التام مش بتدل على المستقبل. are building المدارس دي مفعول به مش عايز صيغة مبني المجهول، انما دي صيغة مبني المعلوم في المضارع المستمر. has been built ولا were built مش عايز ماضي بسيط، انا عايز مضارع تام. يبقى have been built لمضارع تام عشان so far بتدل على المضارع التام. oh I my mobile what can I do. انا كسرت تليفوني ماذا يمكنني ان افعل. تمام. حاجة حصلت في الماضي لها اثر على الحاضر يبقى مضارع تام. يبقى I broke ماضي بسيط مش هتنفع. had broke ماضي تام مش هتنفع. was broken مبني المجهول في الماضي البسيط مش هتنفع. يبقى I have broken أنا كسرت التليفون بتاعي. he to the bank to draw some money هي ذهبت إلى البنك لسحب. draw هنا مش معناها يرسم، هنا معناها يسحب، لسحب بعض المال. he will be back in half an hour هي سوف تعود في غضون ساعة. يبقى هي لسه هناك. جبت انا. has been لا، لو has been يبقى راحت ورجعت. has gone ايوه هتبقى has gone. طب had been مش هتنفع، و was going برضه مش هتنفع لان ده ماضي تام ودي ماضي مستمر مش هتنفع. دكتور تامر for patients so far this morning. دكتور تامر يعني فحص 4 مرضى حتى الآن هذا الصباح. عندي so far with this morning بيدل على المضارع التام. دكتور تامر had مش هتنفع had لأن دي ماضي تام. has seen أيوة هتبقى has seen. تمام. so ماضي بسيط مش هتنفع. was seen مش هتنفع لأن دكتور تامر هو الفاعل، إنما دي ماضي بسيط مبني للمجهول. يبقى has seen 4 patients وبعدين ده مضارع تام بيجي مع الأعداد. مضارع التام بيجي مع زي ما درسنا بيجي مع الايه؟ مع الاعداد. تمام. رقم 7. رقم 8 بيقول لك هنا nothing like this to her لا شيء مثل هذا حدث لها. nothing like this had مش هتنفع، بتكلم عن التجارب الشخصية او مضارع تام. has never happened ولا has ever happened ولا happened. طبعا مش بتكلم عن تجربة مش هستخدم الماضي البسيط. يبقى ايه يا شباب؟ عايز اقول هنا كأنها صيغة تفضيل، مفيش حاجة زي دي حصلت لها. ايه اللي بستخدمها في التفضيل؟ never ولا ever؟ التفضيل بستخدم فيها او التمييز بستخدم فيها ايه؟ ever. يبقى never مش هتنفع. I haven't traveled to my village by train my early childhood انا لم اسافر الى قريتي بالقطار منذ طفولتي المبكرة. منذ يبقى ايه؟
since for مش هتنفع لأن for بيجي بعدها مدة زمنية. ago بتيجي مع الماضي البسيط وقبلها مدة زمنية. when بتيجي برضو مع الماضي البسيط مش هتنفع لأن الجملة مضارع تام. This is the most difficult situation I faced. the most difficult دي صيغة ايه؟ تفضيل. صيغة تفضيل اللي بيجي مع صيغة التفضيل ever ولا never؟ هتبقى ever. I had ever been مش هتنفع had لأني بتكلم في المضارع التام. I have ever faced أيوة هتبقى have ever faced. بتبقى had لا مش هتنفع لأني مش بتكلم في الماضي التام. have ever been faced مش هتنفع been لأن مش صيغة مبني للمجهول. مش صيغة مبني للمجهول. I هنا هي الفعل يبقى I have ever faced. أنا عمري عايز يقول هنا ده أصعب موقف أنا واجهته في حياتي. هنية all her exams and is going to start at university next month. ولك هنية اجتازت كل الاختبارات وهي ان شاء الله هتبدأ الجامعة بتاعتها ايه الشهر الجاي. has passed اجتازت ولا has been passing؟ pass ما بتجيش ing. passes مضارع بسيط مش هتنفع لان هي خلاص خلصت. will be passing برضو مش هتنفع لان هي خلاص خلصت الامتحانات وايه هتروح الجامعة بعد كام شهر. انتهى الموضوع. يبقى has passed. has ايه يا شباب؟ has passed. رقم 12 بيقول لك هنا فادية او فادي broke his leg and has to stay in bed. فادي كسر رجله اتكسرت وايه كان مضطر اللي هو يقعد في السرير. so he watching a lot of films recently لذلك هو بيشاهد أفلام كتير قوي مؤخرا. is watching ولا has been ولا was ولا will be؟ will be مش هتنفع لأني مش بتكلم في المستقبل. was مش هتنفع لأني مش بتكلم في الماضي. is مضارع بسيط مش هتنفع. ليه؟ لأن هتبقى has been watching. تمام. has been watching عشان recently برضو بتدل على هنا زمن ايه يا شباب؟ المضارع التام المستمر. مضارع تام مستمر has been watching. يعني اقول لك هنا زمن يعني معنى الجملة ايه؟ هو رجله اتكسرت وهو قاعد في السرير فالفترة دي بيشاهد افلام كتير مؤخرا. اولا اخترنا مضارع تام مستمر علشان recently الكلمة عشان recently بتدل على المضارع التام المستمر وبتدل على المضارع التام برضه مفيش مضارع تام فهنختار المضارع التام المستمر. ثانيا ان المضارع التام المستمر بيدل على ان حاجة بدأت في الماضي ولسه شغالة لفترة معينة. يعني احنا في نص الحدث لسه. تمام. دي الحاجة الوحيدة اللي بتدل على الاستمرار. طب ليه يا مستر برضو مش is watching؟ ما هي برضو مضارع مستمر. مضارع مستمر ده بيدل على في الغالب يعني او الاستخدام الاساسي بتاعه بيدل على حاجة يعني مستمرة لفترة معينة. يعني مثلا بذاكر I am studying مثلا انا بذاكر يبقى هتبقى هنا ايه فترة قصيرة. I am playing football انا بلعب فوتبول مش هفضل العب كذا يوم مستمر لا انا ايه كده يعني انت فاهم. فهتبقى has been watching. The village streets are muddy. بيقولك هنا شوارع القرية موحلة. muddy يعني موحلة يعني فيها طين يعني because it all night ده و all day بتدل على المضارع التام المستمر. بتدل على المضارع التام المستمر اللي هو have أو has been والverb ing. تاني have أو has been والverb ing. it هتاخد have ولا has؟ هتاخد ايه؟ هتاخد has. يبقى had مش هتنفع. مش بتكلم في المضارع في الماضي التام بتكلم في المضارع الايه تام المستمر. had been ده ماضي تام مستمر لسه هناخده. has been raining ولا will be raining مش هينفع مستقبل يبقى has been raining. has been ايه يا شباب؟ raining. she is still doing the exercise. هي ما زالت تعمل ايه التمارين. she ate for 2 hours now. هي شغالة في التمارين دي بقالها ساعتين حتى الآن يعني لسه شغالة. now بتدل على ان هي لسه شغالة يعني مضارع تام مستمر. has done مش هتنفع. has been doing ايوه هتبقى has been doing. had مش هتنفع ماضي تام مش بتكلم في الماضي التام مستمر لان الماضي التام مستمر هديك نبذة عنه سريعة كده. حدث كان شغال قبل حدث تاني في الماضي. فهمت حاجة؟ حدث كان شغال او كان مستمر قبل ما حاجة تحصل في الماضي. يبقى انا عندي حدثين في الماضي. حدث كان في الاول مستمر وبعدين حاجة تانية حصلت. ده فكرة الماضي التام المستمر. was doing ماضي مستمر مش هتنفع. ولكن scientists researched the side effects of COVID-19 for years. They are still doing this task. هم ما زالوا يقومون بتلك المهمة.
إيه بقى المهمة؟ إن الكثير من العلماء أو العلماء عايز أقول بيبحثوا عن الآثار الجانبية لكوفيد 19 بقالهم سنين ولسه شغالين. عندي هنا الفيرب ing researching scientists مفرد ولا جمع؟ طب بتكلم في المضارع ولا في الماضي؟ بتكلم في المضارع. ليه؟ لأن بيقولك هنا they are still doing this task، يبقى مش هتنفع ماضي تام. have researching مش هينفع اجيب have والفيرب ing ما بتجيش ابدا. have been ولا where؟ مش هتنفع where برضو لان بتكلم في المضارع التام لسه الحدث شغال، يبقى مضارع تام مستمر كمان have been researching. تمام. ودي رقم كام؟ 15. تعالوا مع بعض نشوف رقم 16. بيقول لك هنا a long time has passed I saw him. فات وقت كتير منذ أن رأيتك. as long as ولا because ولا since ولا until؟ طبعا هتبقى since وجت كذا مرة. ماضي بسيط قبلها since أو قبله since وقبلها ايه؟ مضارع تام since ماضي بسيط. رانيا as a doctor for the last 10 years. رانيا عايز أقول بتشتغل دكتورة بقالها كام؟ 10 سنين. ده معناه اللي هي لسه شغالة. تمام. has been working ممكن تبقى صح. worked لو قلت worked هتبقى خلاص خلصت الشغل، انما for بتدل على ان الحدث لسه مستمر. had worked ده ماضي تام ماليش دعوه بيه. is working مش هتنفع لان انا بتكلم على حاجه لفترات وسنين طويله مش فتره مؤقته، يبقى تبقى has been ايه؟ working. اللي بعد كده يا شباب لا اله الا الله، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ركز معايا الله يبارك لك. تعالى كده نشوف مع بعض. ولكن we our old friends for a year they are too busy. هم ايه؟ مشغولين جدا. انا عايز اقول احنا ما قابلناش اصحابنا بقالنا سنين او بقالنا سنة، هم مشغولين جدا. for ومدة زمنية مضارع تام. hadn't مش هتنفع hadn't ماضي تام. have met احنا ما قابلناهمش اصلا. haven't met ولا haven't been met؟ دي مش مبني المجهول، هتبقى haven't met لان دي صيغة المبني للمجهول. صيغة المبني لإيه يا شباب؟ المبني للمجهول. رقم 19. لحظة واحدة. رقم 19 بيقول لك هنا I the Olympic Games all evening and now I am going to bed. هو عايز يقول اللي أنا طول الليل بتفرج على إيه؟ بتفرج على الألعاب الأولمبية. هنعتبر إن دي مش موجودة. تمام. وانت خدت في المضارع التام المستمر ان كلمة all ومدة زمنية او فترة زمنية زي evening مثلا او morning او night او day بتدل على المضارع التام المستمر. was watching مش هتنفع لان مش بتكلم في الماضي المستمر. have been watching ممكن. have watched مش هتنفع لان all day بتدل على المضارع التام المستمر مش على المضارع التام. watched ماضي بسيط مش هتنفع لان الحدث ايه؟ كان مستمر لفترة طويلة في المستقبل او فترة طويلة في الماضي وانتهى الموضوع. تمام. مش هينفع ماضي بسيط لان all day او all evening بتدل على المضارع التام المستمر. Sarah to call Rania all afternoon but each time she called the number is busy. عايز اقول سارة فضلت طول فترة الظهيرة. لاحظ ان all ايه؟ all afternoon زي اللي فوقها بالظبط all evening مضارع تام مستمر. سارة كانت بتتصل على رانيا طول فترة الظهيرة أو طول الفترة اللي بعد الظهر، لكن كل مرة كانت بتتكلم الرقم كان بيبقى إيه؟ busy. يبقى عايز مضارع تام مستمر تبقى has been trying كانت بتحاول. has tried مش هتنفع لأن هنا all afternoon بتدل على المضارع التام المستمر مش المضارع التام. tried ماضي بسيط مش هتنفع، وهنا verb ing مضارع مستمر برضو مش هتنفع. special cases هنا ركز معايا جدا فيها. terrible accident place on the Cairo Alexandria Desert Road. عايز يقولك هنا ان حادثة فظيعة جدا حصلت او حدثت على طريق الصحراوي طريق اسكندرية القاهرة اسكندرية الصحراوي. تمام. was taken ولا has taken ولا has been taken ولا had taken؟ تمام. was taking هنا مبني المجهول مش هتنفع، ودي برضو مبني المجهول مش هتنفع لأن الفعل لأن الفعل take place اللي هي يحدث لا يبنى للمجهول. has taken ولا had taken مش هتنفع had taken لأن مفيش حدث قبل حدث هنا
بتكلم في المضارع التام. has taken place حدثت. You needn't make food انت مش مضطر انك تعمل اكل. I a good meal already انا عملت وجبة جميلة جدا بالفعل. already بتدل على المضارع التام. was cooking ماضي مستمر مش هتنفع. have cooked ايوه هي هتبقى have cooked مضارع تام. was cooked ماضي بسيط مبني المجهول مش هتنفع لان I هنا فاعل. had cooked ماضي تام مش هتنفع لان ما فيش حدث قبل حدث هنا. تمام. يبقى انت لو تلاحظ ان انا بحلل الجملة الاول وبشوف الكلمات اللي بتدل على الزمن وايه بحاول اشوف ايه الزمن اللي موافق لايه للكلمة دي وفهم الجملة الاول قبل ما ابدا اختار. It's been او it has been 2 months since we our uncle in the village. ولكن هنا it's been two months فات شهرين منذ احنا زرنا مين عمنا في الايه القرية في القرية. since we عندي مضارع تام اهو وعندي since يبقى انا عايز ماضي بسيط. ماضي بسيط had visited لا. was visited لا ده ماضي مبني المجهول. visit مضارع لا مش هتنفع يبقى تبقى visited. تبقى ايه يا شباب visited. رقم 24 بيقول لك هنا my friend صديقي a health problem since he lived in this highly polluted area. بقول لك هنا صديقي يعني حصل له مشاكل صحية أو أصيب بمشاكل صحية أو مشكلة صحية منذ أن بدأ العيش هنا في تلك المنطقة الهايلي polluted اللي هي الملوثة جدا. has had ولا had has been. أنا عايز أقول أصيب يبقى had تمام. has إيه شباب has had دي ماضي تام مش هتنفع. had لوحدها مش هتنفع لان had ماضي بسيط ودي ماضي تام مش هتنفع. has been دي صيغة مبني المجهول مش هتنفع. تمام. او has been مثلا has been to مش هتنفع لان مفيش هنا حاجة بتدل على ان حد راح مكان معين او جاء من مكان معين. تمام. نشوف اللي بعد كده رقم 25 بيقول لك هنا sorry for being late انا اسف على اني اتأخرت. sir انا اسف يا حاج انت اللي انا اتأخرت. تمام. please let me in لو سمحت دعني ادخل. I am very bad traffic انا كنت عالق في ايه زحمة سيئة جدا او زحمة. I have been in ولا I have gone مش هتنفع gone لان gone بيجي بعدها to. تمام. was been دي صيغة مبني المجهول في الماضي البسيط مش هتنفع. had been مش بتكلم في الماضي التام بتكلم في المضارع التام يبقى have been in كنت have been in دي معناها كنت عالق او اللي انا كنت يعني محبوس او ماكث او كنت باقي في ايه اللهم صل على محمد زحمة سيئة جدا. اللي بعد كده يا شباب بيقول لك هنا 26 I haven't met the general manager it's my first time to meet him إنها مرتي الأولى التي أقابله فيها. عايز يقول أنا عمري أو أنا ما قابلتش المدير العام قبل كده. yet ولا before ولا already ولا never. تبقى إيه before. لاحظ ان قال لك ما حد بيقول لي واحد يقول لي مثلا مستر طب ما في نفي اهو ما اخترتش شيت ليه. عايز اقول انا ما قابلتوش قبل كده دي اول مره قابله فيها. فالجمله اللي جت في الاخر دي اضطريتنا ان استخدم بيفور لان ده السياق المناسب ليه. يعني مش هينفع اقول انا عمري ما قابلت المدير حتى الان انا قابلته اول مره مش هتنفع. انما الاصح ايه انا ما قابلتش المدير قبل كده دي كانت اول مره قابله فيها يبقى بيفور. طبعا اوريدي مش بتيجي في نهايه الجمله المنفيه ونيفر ما ينفعش تيجي ايه في نهايه السؤال او نهايه الجمله عموما. My uncle is a taxi driver for 10 years عمي شغال سواق تاكسي بقاله 10 سنين. Now الان he is a worker in a big clothes factory هو الان عامل في مصنع ملابس. تمام. وقعد يقول لمستر فور وبعدين مده زمنيه يبقى اختار على طول مضارع تام هاز ورك ده. اقول لك لا تنفع مضارع تام هنا ليه؟ لأن يقول لك الآن هو شغال في محل ملابس أو في مصنع ملابس. يبقى فترة اللي كان شغال فيها تاكسي ده أو شغال فيها سواق تاكسي انتهت.
أصبحت من الماضي. الماضي هو الماضي البسيط اللي هو worked. الماضي البسيط اللي هو work. was working مش هتنفع، مش بتكلم في الماضي المستمر، ولا works في المضارع البسيط برضو مش هتنفع. رقم 28 بيقولك هنا I haven't seen وائل the last time we met in the village. أنا ما قابلتش، عايز يقول إن أنا ما قابلتش وائل منذ المرة الأخيرة اللي أنا قابلته فيها فين؟ في القرية. while ولا when ولا for ولا since. لاحظ إن دي تالت أو رابع مرة تتكرر، جايب لي مضارع تام وجايب لي هنا the last time وبعدين جملة ماضي بسيط، يبقى المفروض اللي في النص هنا while ولا when ولا for ولا since. طبعا هتبقى since. تمام. he wanted to know هو يريد أن يعرف أو هو أراد أن يعرف I have been a member in this sport club. هو أراد أن يعرف، هو عايز يعرف يعني أنا بقالي قد إيه عضو في هذا النادي. تمام. لاحظ إن الجملة دي إيه؟ مضارع تام. since how long ولا for how long ولا for when ولا هتبقى how long ago. مش هتنفع how long ago. ليه؟ لأن هنا بتكلم في المضارع الايه التام، مش بتكلم في الماضي البسيط. how long ago زي ما قلنا بيجي بعدها ماضي بسيط. وأولا since مش هتنفع. since how المفروض since when، المفروض since when، فمش هتنفع. تمام. ومش هتنفع for when لان هي المفروض since when او for how. لاحظ كده، يا اما for how ودي اللي هتبقى صح for how long، يا اما since when لو عارف لو for ده مش موجود او في when كانت تنفع. تمام. بس مش هتنفع. My car down so I have to call a mechanic at once. عربيتي عايز اقول اتعطلت لذلك انا اضطررت ان اتصل بالميكانيكي في على الفور. was broken ولا has broken ولا had broken ولا has been broken. اولا break ما بتجيش ing. has broken ولا had برضو مش بتكلم فين في الماضي التام. تمام. طب هنا برضو مش بتكلم في الماضي البسيط لان الجملة زمانها هنا ايه مضارع تام، يبقى has broken. تمام. وبرضو هنا الاستخدام ايه حاجة او معنى الجملة ايه حاجة حصلت في الماضي ولها اثر على الحاضر. ان عربيتي متعطلة فانا اضطريت اللي انا ايه مضطر حالا I have to call. دي مضارع فانا مضطر اللي انا اتصل بالميكانيكي. The kitchen all morning and the mom says it's still dirty. all لاحظ كده all morning عايزة تقول او عايز يقول اللي انا برتب او بنظف المطبخ طول فترة الصباح، وماما قالت او بتقول ان هو لسه ايه متسخ. تمام. all وفترة زمنية قلت لك بتدل على ايه على طول مضارع تام مستمر. have been cleaning. clean مضارع بسيط لا. cleaning I am cleaning مضارع مستمر مش هتنفع لان all morning مش بتدل على المضارع المستمر. have cleaned برضو مش بتدل على المضارع المستمر. تمام. all morning بتدل على المضارع التام المستمر فقط. what your mother for her birthday tomorrow. عايز اقول ايه اللي انت اشتريته لمامتك في عيد ميلادها اللي هيحصل بكره. have you been buying مش هتنفع لان هو خلاص اشترى مش هتنفع ing. have you bought ممكن تبقى صح. you bought مفيش فعل مساعد يبقى لازم يكون في فعل مساعد بعد أداة استفهام. had you bought مش هتنفع had لان مش بتكلم في الماضي التام بتكلم في المضارع التام، يبقى هتبقى ايه يا شباب have you bought. رقم 33 بيقول لك هنا I started my job I have met important people from all over the world. عايز اقول منذ ان بدأت الوظيفة الجديدة بتاعتي انا قابلت ناس مهمين جدا من كل انحاء العالم. for ولا since ولا until ولا when. عايز اقول since منذ وبعدين ماضي بسيط اهي since I started. رقم 34 بيقول لك هنا the committee او committee members disagreement. بيقول لك هنا عدم موافقة اعضاء الجمعية caused serious problem يعني تسبب فيه ايه مشكلة كبيرة جدا او خطر جدا. has ولا have ولا was ولا were. طبعا تبقى has لان بتكلم هنا مش على الممبرز، انا بتكلم على عدم الموافقة. ديس او رفض اعضاء
الجمعية، يبقى اتكلم عن الرفض هنا، يبقى هتبقى هاز مش هتبقى هاف. واحد يقول لي مثلا members اهي اعضاء جمع، هتبقى هاف. هقول لك لا، بتكلم عن disagreement. was مش هتنفع، ان was بيجي بعدها هنا هتبقى صيغة مبني مجهول، ودي مش صيغة مبني مجهول. where برضو مش هتنفع، لان برضو agreement ايه، disagreement إيه، لا يعد اسم معنوي، اسم abstract اسم لا يعد اسم ايه معنوي. عندي يا شباب شوية جمل كده، يعني تقريبا 12 جملة برضو بالشكل ده، مهمين جدا جدا جدا. انا عارف اللي هم انتم مش بتحبوهم، ولكن هم بيدلوا على فهمك العميق للقاعدة. ركز معايا فيهم قوي قوي قوي، عشان اوضح لك يعني الغث من السمين، يعني اوضح لك الصح من الغلط. تمام. واقول لك ليه دي غلط، واقول لك ليه دي صح، ودي اللي تنفع مع دي ودي ما تنفعش مع دي. تمام. تعال نشوف كده مع بعض. رقم 35 بيقول لك هنا، كبرت لك أهو عشان ايه ده هتوضح. بيقول لك هنا which of the following sentences is structurally correct. السؤال ده هتقابله كتير. يقول لك أي من الجمل التالية يكون structurally correct، يعني الجرامر بتاعه صح أو التركيبة بتاعته صح. نقرأهم واحدة واحدة كده ونفصص كده. I haven't seen him for the last time we met in the club. since we met in the club. المفروض ما يقولش for the last time. the last time وبعدها ماضي بسيط، يبقى المفروض مش for، يبقى هستبعد دي عشان for. I haven't seen him since the last time we met in the club. هي الفرق بينها وبين اللي فوقها ان دي since. نسيبها على جنب دلوقتي ونشوف. I haven't seen him since the last time we have met. لاحظ ان جاب لك مضارع تام وعند since، وجاب لك مضارع تام تاني. لا، هي المفروض تبقى ماضي بسيط، يبقى مش هتنفع دي. I didn't see him since the last time we met. مش هتنفع هنا، ماضي بسيط وبعدين since وبعدين ماضي بسيط، لان المفروض مضارع تام since ماضي بسيط، يبقى رقم B هي اللي صح. تمام كده. تمام. تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك هنا which of the following is structurally correct. ايه من الجمل دي التركيب بتاعها صح؟ He is exhausted because he hadn't been working all day. هو متعب لأنه لم يعمل طول اليوم. أولا all day مش بتدل على الماضي التام، هي بتدل على المضارع التام، خاصة اللي قال لي هنا is، يبقى هستبعد تمام. رقم 2 he was exhausted because he has been working all day. مش هتنفع لأن أنا جايب لي هنا مضارع تام، ما ينفعش يجيب دي ماضي، يبقى دي برضه مش هتنفع. he is exhausted جايب لي مضارع اهو because he has been working all day، لأنه شغال طول اليوم، وجايب لي هنا مضارع تام، ممكن دي تكون صح. he is exhausted because he had worked all day، جايب لي هنا ماضي تام بس بسيط مع all day، مش هتنفع علشان المفروض يبقى ماضي تام مستمر. وثانيا مش هتنفع لأن ده مضارع وهنا جايب لي ماضي، يبقى مفيش توافق أزمنة، يبقى مش هتنفع، يبقى تبقى رقم C هي اللي صح. تمام. اللي بعد كده يا شباب رقم 37 بيقول لك هنا علي last caught fish when he was in Alexandria. علي last caught fish، عايز اقول اخر مرة علي اصطاد فيها سمك when he was in Alexandria، عندما كان فين؟ في اسكندرية. تعالى كده نشوف الجمل دي فيها تمام. علي didn't catch fish since he was in Alexandria. مش هينفع اجيب هنا ماضي بسيط وبعدين since وبعدين ماضي بسيط، يبقى الجملة دي غلط. المفروض قبل since يبقى مضارع تام، المفروض قبل since يبقى مضارع تام. علي didn't catch او didn't catch fish when he was in Alexandria. مش هتنفع when برضه مع ماضي بسيط هنا وهنا ماضي بسيط. ليه؟ انا عايز اقول منذ ان كان، لان دي مدة زمنية. تمام. او بداية مدة زمنية او بداية حدث حصل في الماضي. علي hasn't caught fish. علي حتى معنى الجملة اللي فوق بيقول لك هنا علي لم يصطاد سمك عندما كان في اسكندرية. لا، هو آخر مرة اصطاد لما كان في اسكندرية، فلما كان في اسكندرية هو اصطاد سمك مش ما اصطادش. لا، هو اصطاد. علي hasn't caught، لاحظ ان هنا مضارع تام وبعدين since وبعدين ماضي بسيط، ممكن دي تكون صح. علي has been catching fish since he returned. لا، هو مش هينفع. الجملة معناها هنا بيقول لك علي بيصطاد سمك منذ أن عاد من اسكندرية. لا، هو بيقول لك هو ما اصطادش سمك منذ أن كان هناك،
منذ أن كان هناك مش هتنفع. رقم دي هي هتبقى رقم سي. هتبقى رقم ايه يا شباب؟ سي. 38 بيقول لك هنا my pen friend arrived at Cairo airport a moment ago. صديقي بالمراسلة بيقول لك هنا وصل مطار القاهرة منذ a moment ago، منذ لحظة. This means that he، ده معناه ان هو ايه؟ has just arrived، لسه واصل حالا، ولا just has؟ مش هتنفع just has لان just بتيجي بعد has او have. hasn't arrived، لا هو وصل مش اللي هو موصلش. will arrive سيصل، لا مش هتنفع دي برضه، هتبقى has just arrived. has just arrived. which of the following is structurally correct؟ ايه من الجمل دي يا شباب الستركتشر او التركيب بتاعه صح او بتاعها صح؟ have you already traveled to أسوان by ship؟ هل انت بالفعل سافرت الأسوان بالسفينة؟ already مش بتيجي في السؤال، هي بتيجي في السؤال ولكن في آخر السؤال وللتعبير عن الدهشة، تعبير عن الدهشة، فمش هتنفع. have you ever traveled to أسوان by ship؟ هل انت عمرك سافرت الأسوان بالسفينة؟ ممكن دي تنفع. I haven't already، already مش بتيجي مع النفي. I haven't traveled to أسوان by ship already، برضو already بتيجي مع النفي، هتبقى B. تمام. سؤال عن التجربة، هل مريت بالتجربة دي ولا لا؟ which of the following is structurally correct؟ ايه من الجمل دي يا شباب structurally بتاعها صح او structure بتاعها صح، التركيب بتاعها صح؟ ولكن since years، منذ سنوات I haven't played football، لم ألعب كرة القدم. It's years since I have last played football، فات سنين منذ أن لعبت كرة قدم. since I have last played football، ماشي. It's years since I played football ولا I had played football years ago؟ طبعا آخر واحدة هستبعدها. تمام. تمام. بعد كده هستبعد رقم بي. ليه؟ لأن since يجي بعدها ماضي تام، مش هتنفع يجي بعدها ماضي تام هنا. وبعدين since I have last played مش هتنفع يجي بعدها ماضي تام. طب since years I haven't played، منذ سنين أنا لم ألعب، مش هتنفع، المفروض 4 years، مش هتنفع هنا. It's years، أيوه it's years since I played since وبعدين الماضي البسيط مش المضارع التام، يبقى تبقى رقم سي هي اللي صح. 41 بيقول لك هنا she has been to America، هي راحت أمريكا. This means that she there، ده معناه اللي هي إيه؟ is still there، ما زالت هناك. لاحظ إن been to يعني راحت ورجعت، يبقى still there مش هتنفع. لو gone to كانت تنفع دي. is no longer there، لم تعد هناك. will be there ستكون هناك. won't be there لن تكون هناك. طبعا هتكون is no longer there، لم تعد هناك، لم تعد هناك. رقم 42 بيقول لك هنا May has never flown before this time. May لم تسافر بالطيارة منذ أو من قبل أو قبل هذه المرة، يعني دي أول مرة هي تسافر بالطيارة. The first time for her to fly، أيوة هي دي اللي هتبقى صح. May has flown once before، مرة قبل كده، سافرت مرة قبل كده، لا يقول لك never، يبقى أبدا مستحيل ده يكون حصل. We don't know if May has flown before or not، لا احنا عارفين لأن هي قالت هنا إن ده أول مرة ليها. May has flown before that time، May سافرت قبل كده بالطيران، لا مش هتنفع، يبقى ده it's first time for her to fly، ليها إن هي تسافر. رودينا is the cleverest girl I have ever seen أو I have ever known. رقية أو رودينا تكون البنت الأذكى التي أو أذكى بنت أعرفها في حياتي. تمام. ده معنى إيه؟ رودينا is as clever as some girls، ذكية مثل بعض الفتيات الأخريات، طبعا مش هتنفع لأن هي بقول لك تفضيل the cleverest. رقية is less clever than some girls، أقل ذكاء، لا هي أكتر ذكاء. رقية is clever than some girls، يعني لا مش هتنفع، هي أذكى من بعض الطلاب، لا أو في ما أنت قلت أذكى من بعض البنات يبقى في بنات أذكى منها. رودينا is clever than all girls I have known before، رودينا أذكى من كل البنات اللي أنا عرفتهم قبل كده، يبقى هتبقى رقم دي لأنها إيه يا شباب؟ تفضيل، لأنها تفضيل. تمام. بقينا يا شباب 4 جمل لزاز
هسيبك انت بقى تحلهم الاربع جمل دول، وقول لي يا بطل على الحل بتاعهم في التعليقات، وانا ان شاء الله هصححهم لك الاربع جمل دول. فكر فيهم وركز فيهم وشوف انا كنت بفصص الدنيا ازاي، وابدأ حل وربنا يوفقك ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو انت عملتش لايك اعمل لايك بالفيديو، واعمل اشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تشير الفيديوهات مع اصحابك وتقول لاصحابك على القناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.